عشان نفهم ايه اللي وصلنا لمقتل عثمان لازم نفهم ايه هي سياسات الدولة الإسلامية اللي اتبعها الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في سقيفة بني ساعدة اختار المهاجرين والأنصار أبو بكر الصديق عشان يكون خليفة المسلمين. صحيح كان في شوية خلاف في السقيفة بين المهاجرين والأنصار، لكن في النهاية الأمة فضلت متماسكة ومحافظة على وحدتها بشكل عام. أبو بكر الصديق حكم حوالي سنتين، قدر فيهم ان هو يقضي على المرتدين وثبت حكم الدولة الإسلامية وجهز الجيوش للفرس والروم. وبعده جه عمر بن الخطاب وكان شخصية قوية، قدر يدير الدولة بدرجة عالية جدا. وأكتر صفة مرتبطة بشخصية عمر بن الخطاب هي العدل. مثلا لما بيحكى عنه في واحد من المواقف إنه لما مرة دخل السوق لقى إبل ما شاء الله عليها متغذية، فوقف وسأل لمن هذه الإبل؟ فالناس ردت وقالت هي لعبد الله بن عمر. فبعت لابنه عبد الله لمن هذه الإبل؟ قال هي لي، اشتريتها بحر مال وكانت إبلا هزيلة فأرسلتها إلى المرعى أتاجر فيها أبتغي ما يبتغيه المسلمون. رد عليه عمر وقال له نعم، وماذا يقول الناس؟ ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك ويربو مالك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله خذ هذه الإبل وبيعها وخذ رأس مالك ثم رد الربح إلى بيت مال المسلمين. الحكمة والحزم اللي كانوا عند عمر بن الخطاب دول كانوا جايين من شعور دفين بفهم جوهر الدين. كمان عمر بن الخطاب كمل الفتوحات الإسلامية وفتح بيت المقدس ومصر والشام والعراق وفارس، وحصل الطاعون في عهده اللي أثر على الدولة اقتصاديا ومات فيه جزء كبير من الصحابة زي أبو عبيدة بن الجراح. لكن الدولة كانت قوية وفضل الاستقرار ده لحد ما استشهد الخليفة واتجددت المشكلة من تاني، مين اللي المفروض يحكم المسلمين؟